السلام عليكم. كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم على خير وبخير. كيف ما كتشوفوا معنا فيديو جديد. اليوم غادي نحضروا معكم ميني كيك ديال المول العجيب بالكريمه اللي كيحتاجوا غير جوج البيضات وخفاف وهشاش. غادي ينالوا اعجابكم. خليكم مع المقادير والطريقه. غادي نبداو بسم الله على بركه الله. غادي نحتاجوا واحد جوج البيضات بدرجه حراره المطبخ، وكذلك غادي نحتاج واحد كأس الا ربع ديال السكر سنيده او السكر حبيبات. غادي نخلطوهم مع بعضياتهم حتى يبيض لينا الخليط ويضاعف في الحجم ديالو. هنايا غادي نضيف واحد الساشيه ديال الفاني، غادي نضيف كذلك الخليط واحد نصف كأس من الزيت. هنايا خديت واحد الجزره محكوكه او مبشوره، هذه كاضافه كتعطي واحد اللذه واحد الخفه للكيك. بغيتو تستغنوا عليها يمكن لكم تستغنوا عليها. وخديت كذلك واحد العصير ديال البرتقال. وهنايا غادي نحتاج واحد جوج ساشيات ديال خميره الحلوى، غادي نديرهم في الغربال. وكذلك غادي نضيف الدقيق، غادي ندير واحد 3 دفعات، غاديش نضيفو في دقه واحده. كيف ما شفتوا حتى هو غربلته. انا هنايا كنضرب وكنضيف الدقيق في نفس الوقت حتى نحصل على القوام اللي بغيت. بعد ما ضفت الدقيق وساليت، هنايا كناخذ واحد شويه ديال الماء عادي من الصنبور وكنضيف ليه قطرات من الخل. كيف ما شفتوا انا غادي نحتاج هاد القوالب ديال المول العجيب اللي صغار، غادي ندهنهم بالزيت والدقيق وغادي نصب فيهم الخليط. غادي نحتاج الخليط غنضيف لهم واحد المعلقه ونصف تقريبا. غادي ندخلهم الفرن على درجه الحراره 180. كيف ما شفتوا هنايا بعد ما طابوا خرجناهم من الفران. غادي ندوزو لتحضير الكريمه. غادي نحتاج واحد نصف لتر من الحليب و3 معالق ديال كريم باتيسير، وكذلك واحد 3 معالق ديال السكر، وكيبقى على حسب الذوق. غادي نخلطوهم مع بعضياتهم وغادي نحطوهم على نار. كما شفتوا حطيناهم على نار وغادي نخليهم لدرجه الغليان مع التحريك المستمر، وغادي نطفو عليهم. وهنايا غادي نحتاج الفريز او الفراوله وكذلك قطع من الكيوي، وغادي نضيف الكريمه في الكيك، وغادي نحط بحال هكا نص ديال الفريز. كيبقى تزيين على حسب الاختيار وعلى حسب المتوفر. وهذا هو الشكل النهائي ديال الوصفه ديال اليوم. كيجيو رائعين واخف من القطن. غير جربوهم، كيستحقوا التجربه. مع هاد رمضان وجدوهم للسحور او الفطور، غادي ينالوا اعجابكم اكيد وما غاديش تستغنوا عليهم. وبصحه والراحه، وفي فيديو قادم ان شاء الله، والسلام عليكم.